بعد ما عرفنا في الفيديو الاولاني ان الحب والتعلق ممكن يشبهوا بعض في البداية، تعالوا ندخل اعمق شوية ونشوف العلامات اللي بتكشف الفرق بينهم. لان اوقات كتير الانسان بيكون جواه احساس قوي فيفتكر ان قوة الاحساس دي معناها ان ده حب حقيقي، حب كبير. لكن الحقيقة ان احيانا اقوى مشاعر بنحسها ممكن تكون ناتجة عن الخوف او الاحتياج مش عن الحب. العلامة الرابعة، احنا كنا قلنا 3 علامات الفيديو اللي فات، النهاردة هنكملهم، وهي العلامة الرابعة: الحب فيه اختيار لكن التعلق فيه احتياج. الفرق بين الاتنين كبير. يعني لما تحب شخص بجد انت بتختاره كل يوم، بتختاره يكون معاك لان وجوده بيضيف لحياتك، لانك مرتاح معاه، لان بينكم احترام وتفاهم. لكن لما تكون متعلق بشخص ممكن تفضل متمسك بالشخص ده حتى لو العلاقة بقت متعبة، وحتى لو بقيت مش سعيد. تبدأ تقول لنفسك معلش، المهم انه موجود، يمكن يتغير، يمكن يرجع زي الاول، يمكن وانا مش هلاقي زيه تاني، وانا ما اقدرش اعيش من غيره. لكن السؤال المهم هنا اللي محتاج تسأله لنفسك: هل انا متمسك بالشخص لانه مناسب ليا فعلا، ولا لاني خايف ابدأ من جديد؟ في فرق بين انك تحارب عشان علاقة تستاهل، وبين انك تحارب علشان خايف تخسر حاجة اتعودت عليها. وده لان احيانا الانسان اللي ما بيتمسكش بشخص بيتمسك بذكريات، بالايام الحلوة، بالبداية اللي كانت جميلة، حلاوة البدايات، بالاحساس اللي كان موجود زمان. لكن لازم نفتكر ان العلاقة مش بتتقاس باجمل لحظاتها بس. العلاقة الحقيقية بتبان في الايام العادية، في وقت الاختلاف، في وقت الضغط، وقت ما الحياة مش ماشية زي ما احنا عاوزين. العلامة الخامسة: الحب بيديك قوة والتعلق بيسحب طاقتك. محتاج تسأل نفسك سؤال من وقت للتاني، وهو: هل الشخص ده اللي دخل حياتي من ساعة ما دخل حياتي وانا بقيت احسن ولا اسوأ؟ هل بقيت هادي اكتر وزيادة ثقتي بتزيد في نفسي ولا لا؟ هل بقى عندي طاقة احقق اهدافي واهتم بنفسي، ولا بقيت طول الوقت بفكر فيه وبستنى منه اي اشارة وبحاول افهم كل تصرف بيعمله؟ لان الحب الصحي المفروض بيكون مصدر دعم. يعني لما تكون مع شخص بتحبه تحس ان عندك حد بيشجعك، يفرح لنجاحك ويساعدك تكون نسخة افضل من نفسك. لكن التعلق بيخليك تستنزف نفسك، تفضل طول الوقت تحاول تثبت انك شخص يستحق الحب، تحاول ترضي الشخص بأي طريقة، بتخاف تزعل منه حتى لو انت اللي متضايق، وتبدأ تنسى ان ليك احتياجات ومشاعر زي الطرف التاني بالظبط. العلامة السادسة، وهي ان الحب بيحترم المساحة الشخصية، لكن التعلق بيخاف من المساحة. من أكبر العلامات اللي بتفرق بين الحب والتعلق هي طريقة تعاملكم مع المساحة الشخصية. في الحب الحقيقي شخصين فاهمين ان كل واحد ليه حياته الخاصة، ليه أصدقاء، اهتمامات، ليه وقت محتاج يقضيه مع نفسه. وده مش معناه قلة حب، بالعكس، ده دليل على الثقة والنضج. لكن التعلق بيخلي اي مسافة تحول لخوف. يعني الشخص ده لو اتأخر شوية بتقلق، لو خرج مع اصحابه تحس انك مش مهم، لو انشغل بشغله او بحياته تبدأ تفتكر ان في مشكلة. لكن الحقيقة ان وجود مساحة بين شخصين مش معناه ان الحب قل. احيانا المساحة هي اللي بتحافظ على الحب، لانها بتخلي كل شخص يفضل عنده شخصيته وحياته. العلامة السابعة: الحب بيرى الحقيقة، التعلق بيعيش على الامل بس. لما شخص بيحب بجد،
لما تحبه بجد وتكون شايفه بوضوح تبقى شايف عيوبه ومميزاته، والعيوب بتكون قبل المميزات، مش بتبرر كل حاجة بيعملها، مش بتقول ان كل تصرف غلط منه ليه سبب. لكن التعلق بيخلي الانسان غالبا يرفض يشوف الحقيقة، وبيفضل يقول طول الوقت هو مش قصده، هو اصلا مضغوط، هو هيتغير، هو جواه خير. وطبعا كل انسان ممكن يغلط، كل انسان يستحق فرصة، لكن المشكلة لما تتحول فرص لانتظار طويل بدون اي تغيير. الحب مش معناه انك تغمض عينك عن الواقع. الحب الحقيقي محتاج قلب، لكن محتاج عقل يفكر. العلامة التامنة: الحب فيه ثقة، التعلق فيه مراقبة. لما يكون في حب صحي الثقة بتكون موجودة. مش معنى انك تكون ساذج او تتجاهل اي مشاكل، لكن معنى كده ان العلاقة مبنية على احترام متبادل. التعلق ممكن يخلي الانسان يدخل في دايرة مراقبة مستمرة، يفكر هو ليه مردش، هو مين اللي كان بيكلمه، هو ليه عمل معايا كده، ويبدأ يربط كل تصرف بحاجة وحشة. والمشكلة هنا ان القلق المستمر ممكن يخلي العلاقة تتحول من مكان للراحة لمكان للتوتر والتعب، لان الشخص بدل ما بيعيش اللحظة مع اللي بيحبه بيفضل طول الوقت يحاول يكتشف اذا كان هيفقده ولا لا. مثال صغير: تعالوا نتخيل بنت بتحب او كانت مرتبطة بواحد وكانت بتحبه جدا. في بداية العلاقة كان كل حاجة جميلة، كان بيسأل عليها، بيهتم بيها، بيخليها تحس انها مهمة. مع الوقت بدأ يقل اهتمامه وبقى مشغول اكتر، وبقى جواه وجوده اقل. البنت بدأت تحس بالقلق، وبدل ما تسأل نفسها هل العلاقة دي مناسبة ولا لا، بدأ سؤالها الوحيد يكون ازاي اخليه ما يمشيش. بدأت تغير من نفسها، بدأت توافق على حاجات كانت بتضايقها الاول، بقت بتخاف تتكلم عشان ما تزعلهوش. وفي يوم سألت نفسها سؤال غير كل حاجة: هو انا بحافظ على شخص بحبه، ولا انا بخاف اخسر شخص اتعودت على وجوده؟ وهنا بدأت تفهم ان الحب مش انك تتمسك بأي شخص مهما حصل. الحب انك تكون مع شخص يقدرك ويحافظ عليك زي ما انت بتحافظ عليه. وفي النهاية مش كل شخص بنشتاقله بيكون مناسب لينا، مش كل شخص خايفين نخسره بيكون هو الشخص الصح. احيانا احنا بنشتاق للاحساس مش للشخص، بنشتاق للذكريات مش للواقع. وعشان كده مهم جدا انك تعرف الفرق بين قلبك اللي بيحب وخوفك اللي بيتعلق. ان الحب الحقيقي مش بيخليك تفقد نفسك ولا تخسرها، بيخليك تعيش في قلق دايم، ولا بيخليك تعيش في قلق دائم. الحب الحقيقي بيضيف لحياتك، لكن مش بياخد من حياتك.